كيفاش تتابع أنت، كيف تتابع النشاط الشيعي في السنوات القليلة الماضية في الفترة الأخيرة؟ كيف تتابع النشاط الشيعي في تونس؟ نعم، التشيع الآن يمتد في تونس وفي بعض الدول الأخرى، وخاصة بعد انقلاب قيس سعيد تبين لنا أنه قد فتح الباب على مصراعيه لدخول التشيع بهذه التيارات. رأينا افتتاح المراكز التي تدعي بأنها مراكز استراتيجية، ورأينا الحسينيات، ورأينا اللطميات، ورأينا في قفصة وفي قابس وفي مناطق أخرى في القيروان وفي مناطق وفي سيدي بوزيد، وفي حقيقة في ولايات عديدة. يقول أرجوك أن تقدمني، فبس أقدم بعد إذنك أخونا القعقاع، بعد إذنك تفضل أخونا سالم أظن من معي. سالم، نعم. السلام عليكم. تفضل أخونا الحبيب. الله يبارك فيك. شكرا أخ وعد أنك يعني تقبلت أخيرا قدمتني. أنا كذا مرة حاولت أتصل وأتفاعل مع النقاش وكذا. سامحني أنه الاتصالات الضغط، والأخ حقيقة لح علي وأنا مقصر معاه ومقصر معاك وما أعرف، لكن هي البرنامج ضغط الاتصالات، فأنا آسف. فالآن تفضل أخونا الحبيب. بارك الله فيك أخ وعد. أنا كنت بعثت لك رسالة كمان على الواتساب، كنت تفاعلت كثير مع النقاش مرة مع شو اسمه أبو عائشة، والثاني هذا والله نسيت اسمه. أبو سلطان. أبو سلطان، نعم. أبو سلطان، نعم. أنا مولود سني ونشأت سني. يا الله. ولكن تقريبا 7 سنوات الأخيرة من عمري، أنا عمري 50 سنة. يا طولة العمر، يا الله. بشرني. الله يبارك فيك. هاي 7 سنوات والله شنو؟ 7 سنوات وأنا بدأت أبحث، وكله يعني السبب كله أني كنت أجلس في المسجد في صلاة الجمعة وأسمع عن أبي بكر، وأسمع عن عمر، وأسمع عن علي، عن عثمان، وعن عائشة، كثير من الأحاديث، كثير، ولا أسمع شيئا عن سيدنا علي عليه السلام. لا أسمع شيئا أبدا. فصرت أتساءل، سيدنا علي هو نشأ في حضن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لهم أن يغيبوه بهذا الشكل؟ ففي مرة كنت أسمع حديث كمان في المسجد، هذه يعني الدروس بعد الصلاة وكذا، فأكثر قصة خلتني أنا صراحة أبدأ أبحث هي الشك. لحظة شك جعلتني أبحث وأبحث وأبحث. الحديث هو فيما معناه يعني يقول أن كان واحد بالمسجد وأضاع شيئا، فصار يصرخ ويقول يا أيها القوم هل رأيتم، هل وجدتم الشيء الذي أضاع؟ المهم، فسمعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا ردها الله لك. فهذا الحديث جعلني أشك في أخلاق الرسول، أشك في أخلاق الرسول، وبدأت أبحث. قرأت كتاب مراجعات للموسوي، وسمعت الكثير من المحاضرات من السنة الذين كانوا شيوخ سنة واستبصروا، وأنا متابعكم من مدة طويلة الحقيقة، ويعني من المعجبين بهذا البرنامج، وأنتم أحسنتم تأفيفه، وخاصة السيد ميثم الموسوي، وأحييه بالمناسبة، وأحييك الأخ وعد
الله يحفظك. وأعلى الله برهانكم. طيب انت ماذا تشيعت، او اذا ما تشيعت لماذا لا تعلنها الان وتركب سفينة النجاة؟ نعم أنا تشيعت يا الحمد الله لله. يا الله، منذ متى تشيعت؟ أنا تشيعت من قرابة 6 أشهر. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب نفس السؤال أيضا أسألك إياه، خلال هذه الستة أشهر اللي تشيعت، مرت عليه خلال 6 أشهر فترة أنه ندمت، ولا الآن اليقين بدأ يتزايد عندك؟ لا أبدا أبدا أبدا، بالعكس أنا كل ما أسمع كل ليلة أسمع هذا البرنامج أزداد يقينا بأن هذا هو الخط الصحيح، يا خط الله. آل البيت. يا الله هذا هو، وما فيه الأمة الإسلامية اليوم الأمة الإسلامية الذين وجعلتم أو كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني مع الأسف نحن الآن في ذيل الأمم مع الأسف، والسبب ليس خفي. السبب ليس خفي. إذا كان حفيد رسول الله يقطع رأسه بتلك الطريقة، فيكفي هذا سببا لما نحن فيه. هذه لعنة أصابتنا ولا زالت إلى أن يقضي الله أمره. طيب أقدر أعرف إذا صعب عليك الاسم والدولة، وإذا صعبة لا تقولها، إذا مشكلة الاسم والدولة. أنا سالم من السويد. سالم من السويد. أصلك منين؟ أصلك من أي دولة؟ أنا أصلي تونسي. اللهم صل على محمد. أدركوا تونس. الحمد لله رب العالمين. زين، بقي سؤال أنا بدي أسألك لأن عندي دقائق. السؤال إنه أنت الآن تعيش في بلاد الغرب. نعم. هل استطعت سواء عن طريق الإنترنت أو الزيارات أن تنقل هذه التجربة خلال 6 أشهر إلى أرحامك، إلى أصدقائك، أن تريهم النور؟ نعم. والله سؤال جيد الأخ وعد. شوف أنا يعني كل مرة أزور فيها بلدي يعني أفتح هذا الموضوع مع إخوتي، ولكن أجد منهم سبا غريبا، رغم أنهم ليسوا متدينين بذلك القدر يعني، ولكن أجد منهم سبا واستنكارا. فيعني كما يقولون الموضوع يرتاح شوي، بعدين أجدد مرة ثانية، فبدها شوية جهد، لازمها شوية جهد ولازمها صبر. الله يعطينا صبركم إن شاء الله. الله يوفقك والله يرحم والديك، وإن شاء الله الذي أريده منك أنه بما أنه أنت ركبت سفينة النجاة الآن، هذه ضريبة ترى عليك، تعلم أو لا تعلم، أنه تعامل الوالد والوالدة والأصدقاء والأرحام بمرونة مضاعفة، بصبر مضاعف، بحكمة مضاعفة، بلين مضاعف. لماذا؟ أكيد. أسوة بهم سلام الله عليهم تحملوا الكثير، فنحن ينبغي أن نتحمل. أمة فضلت يزيد بن معاوية على الحسين، اتركنا مما يقولون، نحن نحب الحسين. أمة جعلت يزيد يحكم هؤلاء، أمة جعلت عائلة الحسين عليه السلام عائلة خوارج عندما دخلوا الشام مرحبا بالانتصار ومرحبا بقرع الطبول والنقر على الطبول والعزف على المسامير، أن الله مكنهم من الخوارج، مكنهم من زينب عليه السلام، مكنهم من الحسين عليه السلام، مكنهم من العباس سلام الله عليه. فالأمة التي وصلت إلى مرحلة أنها تقرع طبول النصر لأنها قتلت وذبحت أولاد النبي محمد صلى الله عليه وآله، صبر عليهم أئمة أهل البيت. فلك في صبر أئمة أهل البيت أسوة، عامل الوالد والوالدة وارحامك بلين أكثر، أرسل لهم أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام،
دعاء الصباح، أدعية اللي بعد الصلاة، هاي الأدعية اللي ما يسمعونها دعاء مقطع من دعاء كميل. ساهم بنشر علوم محمد وآل محمد رحمة الله على والديك. بإذن الله أخي وعد، بإذن الله بإذن الله. الله يبارك. اللهم وفق، اللهم وفق. شكرا لك وبارك الله فيكم مجددا، وتحياتي للأخ السيد ميثم الموسوي. سيد ميثم عنده كلمة أيضا يريد يوجهها لك، كلمة صغيرة. تفضل سيدنا الحبيب. الله يبارك فيك ويحفظك أخونا العزيز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ويثبتنا ويثبت جميع المؤمنين إن شاء الله. أنا فقط أوصيك أن تكون داعية لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، داعية لمذهب أهل البيت بما تستطيع إن شاء الله. صوت اختفى. نعم. ممكن تعيد أخيرا؟ عيد سيدنا. أقول أوصيك أن تكون داعية، أن تكون مصباح منير لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم في عائلتك، في أصدقائك، في أرحامك، في المكان الذي تسكن فيه إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك. إن شاء الله سيد. الله يحفظك مولانا. شكرا لكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم. بارك الله. بارك الله جزيلا. كم الآن الله برهانكم، وأعلى الله برهانكم. كم الآن لك تتابع القناة؟ كم الآن تتابع القناة؟ والله مدة يعني تقريبا سنة وأكثر. يا الله، سنة وأكثر. هل استفدت من القناة بدون مجاملات؟ كثير والله كثير. الأخ وعد كثير واستمتع كثيرا، ولكن رغم الاستفزاز الذي يسمعه الإنسان من الحين إلى الآخر، مع ذلك يعني برنامج ثبتكم الله وأعطاكم القوة وأعلى الله برهانكم فيه. شكرا لكم مولانا. الله يرحم والديك دنيا وآخرة. وهذا هو الفوز العظيم إخواني أيها المشاهدون الكرام.